الشغل بيجيب شغل، كلنا سمعنا الجملة دي، بس يا ترى عمرنا وقفنا وسألنا نفسنا هي إزاي بتحصل فعلا؟ يعني إيه المعادلة اللي بتخلي الفرص هي اللي تيجي تخبط عليك؟ النهاردة هنفك الشفرة دي سوا. أكيد كلنا نعرف ناس كده، اللي هم مهما كانوا مشغولين تلاقي الفرص بتجيلهم من كل حتة، كأنهم مغناطيس للفرص. طب إيه الحكاية؟ هل هو حظ وخلاص؟ لو بصينا كده هنلاقي في فريقين. الفريق الأول الشغل هو اللي بيجري وراه والفرص بتجيله لوحدها، والفريق التاني هو اللي بيجري ورا الفرص، أو بالأصح قاعد مستني الفرصة الكبيرة اللي ممكن ما تجيش أصلا. والحقيقة الموضوع ملوش أي علاقة بالصدفة. لا، الفرق مش حظ خالص. الموضوع كله عبارة عن فورميلا، معادلة ليها خطوات. لو فهمتها ومشيت عليها النتائج هتيجي لوحدها. طيب إيه هي المعادلة دي بقى؟ قبل ما نقول المعادلة الصح لازم الأول نعرف الغلطة الأكبر اللي معظم الناس بتقع فيها، وهي اللي بنسميها لعبة الانتظار. اسمع كده الجملة دي وشوف لو مألوفة. أنا بس لو تجيلي فرصة كويسة هكسر الدنيا، أو لما ألاقي الشغل المناسب هوريهم أنا ممكن أعمل إيه. التفكير ده بالذات هو بداية كل المشاكل. الحقيقة إن دي وبدون أي مبالغة أكبر غلطة ممكن حد يعملها في حق الكارير بتاعه. الفكرة دي هي اللي بتخلي ناس كتير جدا تفضل واقفة في مكانها ومش بتتحرك. طب إيه هي لعبة الانتظار دي؟ ببساطة شديدة هي الاعتقاد إن الفرصة لازم تيجي الأول وبعدين يجي دور الشغل. يعني أنا قاعد مستني حد يكتشفني ويديني فرصة على طبق من ذهب. بس هنا بقى بتيجي الصدمة. الواقع بيقول العكس تماما. محدش هيدي فرصة لحد إلا لو كان أثبت فعلا إنه يستحقها. يعني إيه؟ يعني لازم تثبت نفسك الأول، وبعد كده الفرصة هي اللي هتيجي تدور عليك. طيب بما إننا عرفنا الغلطة، إيه الصح بقى؟ إزاي نوصل لمرحلة إن الشغل هو اللي يجيب شغل؟ الموضوع زي ما قلنا ليه معادلة، تعالوا نشوف خطواتها. المعادلة دي ببساطة بتتكون من 3 خطوات. أول خطوة اشتغل حتى لو من غير وظيفة. تاني خطوة سيب بصمة وأثر. تالت خطوة خليك متشاف، شغلك يكون ظاهر للناس. خلينا بقى نمسك كل خطوة من دول ونفصصها. أول خطوة دي ممكن تبان غريبة شوية. إزاي يعني اشتغل من غير وظيفة؟ الفكرة هنا هي إنك تفضل في حركة مستمرة، تتعلم كل يوم مهارة جديدة، تجرب فكرة مجنونة، تعمل مشروع شخصي صغير لنفسك حتى لو محدش شايفه غيرك دلوقتي. ده هو الاستثمار الحقيقي اللي تعمله في نفسك. تمام؟ نيجي بقى للخطوة التانية، سيب بصمة. يعني الشغل مش مجرد تاسك بيتسلم وخلاص، لا، الفكرة كلها في الجودة والإبداع اللي بتضيفه للشغل ده. الهدف بتاعك إن أي حد يشوف شغلك يقول لنفسه أنا عايز أشتغل مع الشخص ده التاني. أول ما توصل للجملة دي اعرف إنك نجحت وبقوة، إنك سبت أثر حقيقي. ونيجي للخطوة التالتة، ودي بقى اللي ممكن تهد كل اللي فات لو ما عملتهاش. خليك ظاهر، لأن ببساطة الشغل العظيم اللي محدش يعرف عنه حاجة كأنه مش موجود أصلا. لازم الناس تعرف إمكانياتك وشغلك. وهنا بقى السر كله. الناس الناجحة دي مش بالضرورة أحسن أو أذكى من غيرهم، لا خالص. كل الفرق إنهم ببساطة بدأوا يشتغلوا قبل ما الفرصة تيجي. فكانت النتيجة إيه؟ لما الفرصة المناسبة ظهرت هم كانوا جاهزين تماما يستغلوها، لأنهم أصلا كانوا بيستعدوا ويشتغلوا طول الوقت اللي فات. يعني لو لخصنا كل ده في كلمة واحدة هتبقى تغيير العقلية. لازم ننقل تفكيرنا من خانة الانتظار السلبي لخانة المبادرة والحركة. يعني شوفوا الفرق ده. العقلية القديمة بتقول أنا هشتغل لما ألاقي فرصة، لكن العقلية الصح الجديدة بتقول أنا هلاقي فرصة لأني بشتغل. شايفين التقديم والتأخير ده؟ هو ده كل الموضوع. الشغل هو اللي بيخلق الفرصة مش العكس أبدا. فالخلاصة إيه؟ لو الهدف هو إن الشغل هو اللي يدور عليك، يبقى لازم نبدأ نتحرك من دلوقتي. مش لازم تكون خطوة عملاقة، لأ، مجرد خطوة واحدة صغيرة كل يوم هي دي اللي هتشغل المعادلة كلها. وفي الآخر خلينا نرجع للجملة اللي بدأنا بيها. الشغل بيجيب شغل، بس الجملة دي ناقصة حتة. الصح إن الشغل بيجيب شغل للناس اللي تتحرك. الحركة هي اللي بتعمل كل الفرق.